حلقة النهاردة هنتكلم عن الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك هم أكبر أندية في مصر. الأهلي والزمالك، الأهلي والزمالك، مفيش نادي تالت. زمان كان في النادي الإسماعيلي، لكن دلوقتي الإسماعيلي راح في الوبا. ما علينا، احنا هنا مش جايين نتكلم في الكورة، احنا هنا جايين نتكلم عن التشجيع الأحمق، التشجيع الساذج، التشجيع المتخلف والعنصرية والتعصب. انت كمشجع أهلاوي لما تشتم مشجع زملكاوي بتستفيد ايه؟ بتستنفع بايه؟ بيجيلك حاجة؟ عندك مصلحة؟ عندك استفادة؟ عندك منفعة؟ عندك فايدة؟ بيدخلك فلوس مثلا؟ انت كمشجع زملكاوي لما تشتم مشجع اهلاوي بيحصل لك ايه؟ هل بيجيلك فلوس؟ هل بيجيلك ارباح؟ هل بيجيلك مكاسب؟ لا طبعا. سواء كنت اهلاوي او كنت زملكاوي، اهلاوي بتشتم نادي الزمالك وبتشتم الزملكاوية، او كنت زملكاوي بتشتم النادي الاهلي وبتشتم الاهلاويه وبتتعصب وبتتعنصر وبتتنمر وبتغلط وبتشتم وبتسب وبتلعن وبتقول الفاظ خارجه والفاظ خادشه للحياء وقله ادب ووساخه ونجاسه وتحفيل، ده كله تحت مسمى التشجيع. فهل انت بني ادم عاقل؟ للاسف الشديد انت اقل من الخنزير. يعني ايه اقل من الخنزير؟ انت خنزير حرفيا بكل معنى الكلمة. اي حد بيعمل كده بيتحول الى خنزير. والناس اللي بتخسر حياتها وشغلها عشان تشجيع الكورة، والناس اللي بترتكب جرائم وبتعمل جنايات عشان ماتشات كورة وعشان الكورة، والناس اللي بتخسر اهلها عشان الكورة، واللي بيخسر اخوه عشان الكورة، واللي بيخسر امه وابوه وعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته عشان الكورة. الموضوع غريب مريب عجيب، ملوش حبيب ولا قريب. الموضوع مصيبة بتحصل للناس اللي ما عندهاش مخ ولا عندها عقل، وبيسموا الموضوع ده انتماء. الفكرة كلها الموضوع مش انتماء، الفكرة كلها الموضوع عبارة عن وباء. فهل يا ترى انت عندك الوباء ده؟ هل انت مستعد تخسر دينك واهلك وحياتك وصحتك وشغلك وقرايبك وعيلتك ودنيتك كلها عشان نادي هو اللي بيكسب من وراك؟ عشان لعيبة هي اللي بتكسب من وراك؟ عشان صناع محتوى رقمي يوتيوبرز وتيك توكرز بيكسبوا ملايين والافات مؤلفة، وانت الوحيد اللي خسران وبتاخد على قفاك وبتخسر صحتك ووقتك وجهدك وفلوسك في الفاضي وعلى الفاضي وللفاضي. وبس كده يا جماعة، خلصنا الحلقة. يا ريت يا جماعة توصلوا الحلقة دي لكل الناس المتعصبين اللي بيشجعوا الكرة بمؤخرتهم، مش بيشجعوها بقلبهم. الكرة رياضة، الكرة رياضة، والرياضة يعني أخلاق، والتشجيع لازم يكون فيه رقي وروقان. فخليك رايق واشترك في القناة وفعل الجرس، لايك وكومنت وشير، وابعت الحلقة دي لكل الناس المتعصبين واللي بيشجعوا الكورة بطريقة غبية غبية غبية. سلام، وربنا يعافيكم من الغباوة والغشامة.